السلام عليكم. شياطين الإنس شياطين الإنس دول للأسف عايشين حوالينا وفي وسطنا، وماسكين المهم بتاعت الشيطان وبينفذوها على الأرض. سواء بقى بوعي أو غير وعي، ده موضوع مختلف. ايه اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده؟ خلاني اتكلم في الموضوع ده الطريقه اللي شفتها على الناس، من الناس اللي بتتكلم على احمد الفيشاوي وهو بيعمل عمره وعامل تاتو بتاعه والكلام ده كله. خلينا بس نرجع كده ونعمل زوم اوت ونتكلم. يعني الشيطان بيعمل ايه؟ الشيطان مهمته ان هو يبعد الناس عن ربنا، بس بسيطة قوي. صح، وده كان وعده بينه وبين ربنا. قال انا عندي بقى طول الحياة سيبني وانا هضل اكتر ما ضل وابعد الناس عنك والكلام ده كله. كلنا عارفين الموضوع ده. وشيطان ذكي، يعني مش هيجيلك وانت عندك سن التدين ويقول لك لا تعالى نكفر، ولا يقول لك لا ايه رايك في الشيطان ده تعالى نعبده. بيجي واحده واحده. شياطين الانس بيعملوا نفس الكلام. سواء بقى بوعي او غير وعي، دي حاجه مختلفه. يعني الاعمال بالنيات وربنا اعلم بكل نيه واحد. بس ساعات بيبقى بيعملوا تعليقات ممكن تكون كفيله انها توقف واحد في طريقه انه يقرب من ربنا، وممكن تبعده، وممكن تكرهه في الدين كمان. وللاسف في ناس منهم بيلبسوا عمة انا الدين. وانا الاثوريتي، انا السلطه، وانا اللي حدد مين يخش الجنه. وتلاقي بقى بتسمع منهم بقى، بيطلع منهم بقى نسخ كتيره، يطلع منهم اللي بيكفر، يطلع منهم اللي بيقول لك مش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا ايه تاني؟ انا النيه بتاعت ربنا، بس انا بتكلم على الافعال. لما تلاقي واحد بيحاول يقرب من ربنا وبيحاول يعمل عمره ولا رايح يعمل حج، وانت شكله مش عاجبك، لايا كان بقى السبب، عامل تاتوه، خارم ودنه، عامل حلق، ايا كان، وتروح قايل له بقى، حاطط له تعليق كده، انت راح تعمل مش عارف ايه، وانت كده بتاع ربنا، انت مش عارف مين ايه، وانت هنا بترجع مع بنات وبتشرب وبتعمل. انت مالك؟ يعني انت مالك؟ الراجل بيقرب، هو انت عارف اللي جواه؟ مش هو في حد في الدنيا اتقلب من عاصي لشيخ في ثانية؟ مش الموضوع بيتاخد بالتدريج؟ مش يمكن الراجل ده بيعمل معاصي ومش مش مبسوط من الموضوع، وقال لك اخد خطوات ناحية ربنا، واحدة واحدة قرب، وبعدين وهو في الطريق في الرحلة، والرحلة دي انت شفتها في النص، في حاجات لسه ما خلصتش وحاجات خلصت. وخلي بالكوا، يعني ايه المشكلة؟ الناس دي ناس سطحية. الموضوع ده سطحي، لان اكبر المعاصي بتكون معاصي الناس ما بتشوفهاش. الكفر جواك، عدم الايمان بربنا، الشرك، الحاجات دي كلها انت مش هتشوفها على شكل واحد. ممكن تلاقي واحد شكله يعني عادي جدا، بس هو من جواه بيعمل مصايب. ممكن قاتل واحد، ممكن اغتصب، صح؟ هتعرف منين؟ بس انت بقى ايه؟ تسيب الكلام ده كله وتشوف لا ده عامل حلق، اصله مش عارف لابس سلسله، اصله عامل تاتو. طب ايه؟ ما هي دي معصيه، وده قديم، يعني حاجه قديمه وماشيه معاه، ويمكن ربنا هيهديه واحده واحده. اذا كان القران لما نزل والاسلام لما نزل خطوه خطوه. في اول الاسلام لما نزل، الاسلام ما حرمش الخمر، حرمها بعد شويه. وفي حاجات كتيره كده نزلت كده. كان الاول قرب من ربنا، وبعد كده بقى ايه يا جماعه؟ ده الحرام وده الحلال. يبقى انت هتيجي تعمل يعني مش فاهم. وطبعا بقى هيجي ناس تقول لك ايه ده؟ طب خلاص، لا بس الكلام ده زمان، الاسلام دلوقتي نزل كله فلازم نطبقه. طب صح، بس يعني انت مش ربنا، فبلاش. ومفيش حد فينا بيرفكت. وفي احاديث كتير الرسول عليه الصلاه والسلام بتقول ان احنا البني ادم خطاء، واهم حاجه خير الخطائين التوابين. وهتلاقي كل واحد فينا عنده خطأ بيرجع له من فتره للتانيه. طيب ما الكلام ده كله ايه يعني؟ انت شايل الكلام ده من دماغك وساب وماسك في الحته بتاعت ده عامل تاتو؟ طب يعني مش فاهم. انت عارف انت كده بتعمل ايه؟ انت كده ممكن تكون السبب ان الراجل ده يصحى يجي تاني يوم كده يبص يلاقي مثلا حمله نازله عليه بتريقه ان هو ازاي بيعمل كده، وانت منافق، وده رياء، وده مش عارف ايه، ويقول ايه؟ خلاص انا مش هعمل عمره تاني. خد بقى الذنب ده وعيش بيه. ويا سلام بقى ايه من سن سنه سيئه. اللي يشوفك كاتب الكومنت ده ويقول يا ده اما نعمل زيه، خد بقى كل واحد هيأذيه وهيوقفه عن انه يقرب من ربنا هتاخد ذنبه. روح بقى قابل ربنا يوم القيامه وقول له ايه؟ انا عملت ايه؟ انا وقفت عباد كانوا بيقربوا ليك في الطريق في النص، علشان انا ايه؟ شكلهم ما كانش عاجبني، مش على هوايا.
وعملت ايه تمام، وطلعت بقى ايه نسخ كتيره مني كده، يعني ايه سنيت سنه سيئه وانا مت، والناس دي بقى ايه عماله بتربي اجيال واجيال كتيره طالعه من ناس عماله بتشجع، لا مش بتشجع، عماله بتبعد الناس عن ربنا عشان بتخوفهم. الواحد دلوقتي بقى ايه خايف انه يطلع يتكلم في الدين، يحسن يجي واحد يقول لك انت مش عارف ايه. طب انت مش فاهم، انا كنت عامل فيديو بتكلم في حاجه بقول يا جماعه اشكروا ربنا واحمدوا ربنا وبتاع، ولابس سوى التاني وطالع انت ما انت مين انت مش عارف ايه وازاي، اقلع السلسله اول قبل ما اتكلم يا عم. مش يمكن انا في طريقي، هنقعد بقى نخش في سلسله حلال ولا حرام ولا مش عارف مين طب انت مالك؟ ما تاخد الكلام، خد الكلام وشو يعني، بلاش تبقى بني ادم سطحي وتسيب كل حاجه موضوعيه وفي الاخر تمسك في حته في الشكل في مش عارف ايه وفي ده، عشان ده فعلا اقسم بالله اسوأ دعايه للدين. اسوأ دعايه للدين ده اللي ايه بتلاقي في فتره كده تلاقي ناس تقول الدين ده يا عم ده هيخنق، اصل هو بقى ملتزم، اصل ليه يعني الكلام ده؟ احنا يعني بندي سمعه سيئه لان الواحد يقرب من ربنا، وكلنا في حياتنا بنروح بنطلع وبننزل صح، ناس بتقرب من ربنا شويه، تبعد شويه، تعمل شويه، وحسب بقى الفتره اللي انت فيها. المهم في الاخر ان انت تكون في تواصل مع ربنا. بس انت لو انت هتكون السبب ان التواصل ده يتقطع، او هتكون السبب ان الفعل الخير ده الناس هتخاف تعمله علشان خايفة من كلامك ولسانك المؤذي، انت هتتعب جامد، هتتعب جامد. خلي بالك عشان الموضوع ده خطر قوي، والناس دي كترت، ولو انت من الناس دي وقف وخاف من ربنا علشان الموضوع ده خطر خطر خطر. ارجع زمان كده واقرا السيره النبويه وشوف الصحابه كانوا بيعملوا ايه. في منهم كان بيوئد البنات، ولما اتغيروا واحده واحده، ولما اتغيروا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحتضنهم واحده واحده. ده في منهم كانوا بيقاتلوا الاسلام. فما تجيش انت بقى ايه وتشوف واحد عامل حته حاجه كده ولا كده ولا مش عارف ايه، وشفت منظر في ما عجبكش، مش على الستاندر بتاعك، وتروح مديله كلام. ادعي له، ادعي له يا رب ايه ربنا يهديه، ده شكله بيحاول ربنا يكرمه. انت عامل بالظبط كده زي اللي ايه، شوف واحد مليان شويه في الجيم يقول بص تخين ازاي، مش شايف ان هو بياخد خطوه؟ يعني مش فاهم يعني وده هيعمل ايه؟ هيخلي الراجل اللي في التخين اللي رايح الجيم هيبطل يروح ليه؟ يقول لي يا عم انا خاف اروح يتريقوا عليا. احسن له يعني انه يبقى بعيد. هو ده اللي انت بتقوله، انت بتقول له كده ايه احسن لك، خليك انت عامل تاتو خليك بعيد عن ربنا عشان ما تقربش، يا اما بقى ايه روح بقى يكوي بقى جسمك واعمل مش عارف ايه. ليه بتعمل كده يعني؟ خلي بالك، يعني خلي بالك الموضوع ده خطر. ولو انت بقى مش من الناس اللي بتعمل كده، كون ايجابي ووقف الناس دي عند حدها. لما تشوف واحد كاتب كومنت كده رد عليه وقول له بلاش تحكم على حد، ما حدش عارف اللي في نيته ايه. بلاش تحكم على حد، احنا ما حدش فينا بيرفكت، ما حدش فينا كامل، الكمال لله وحده. ادعي له، يعني عرف افوقوا الناس دي. الكلام ده لو شفته على كومنت ولا شفته في قاعد مع حد في القهوه ولا قاعد مع اصحابك ولا ما تخليش البيهيفير ده، السلوك السلبي ده يعدي من قدامك وما تعملش حاجه، لان السلبيه هي دعم للغلط في احوال كتير قوي. خلي بالكو وخلي بالك شخصيا، خليك يعني فلتقل خيرا او لتصمت. لو تقول كلمه حلوه يكون الناتج بتاعها ان الشخص ده يتشجع ويقرب من ربنا اكتر، يا ما تقولش اي حاجه. الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا كده. فخلي بالك من كلامك، وكون طاقة إيجابية، وكون داعي للدين، ما تكونش عدو للدين وتبعد الناس عنه وتكره الناس في إن هم يقربوا منه.